السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب ما تزهقوش من الفيديوهات. النهاردة هنعمل طريقة كفتة تحفة، ولا تقولي لي من بره ولا اي حاجة. ندخل على المقادير. انا معايا بصلتين ومعايا هنا معلقتين فول صويا، هحط عليهم شوية مية وهنقعهم كده، هو تسيبهم في المية كده لغاية لما يتبالوا معايا خالص ويبقوا تراي كده معايا بصلتين كده اهوت بقى هبشرهم. اهم حاجة يا جماعة البصل يكون ناعم، يعني مش شرط، ممكن تخرطيه على ايدك بس ايه يكون ناعم خالص على قد ما تقدري ان انت تنعميه. اهو انا كده خلصت يا جماعه. احط بقى اللحمه كده اهو، وهقوم منزله عليها البصل، وهقوم منزله عليها الفول الصويا والتوابل. بقى مفيش اسهل من كده، مش هحط غير ملح وفلفل ومكعب مرقه. مكعب المرقه ده بيدي طعم ونكهه كده للكفته، مش قادره اقول لك تحفه. هقلب بقى كل ده كويس جدا جدا مع بعضه. لازم ايدك بقى كده تسمي الله وتنزلي فيها دعك كده، وتفضلي تدعكي فيها شويه حلوين محترمين كده عشان كل حاجه تتجانس مع بعضها. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه، لازم نقعد ندعك فيها كده شويه حلوين كده اهوت عشان خاطر ايه تبقى زي الفل ان شاء الله معاكي، وتعرفي تشكليها كويس جدا ان شاء الله. واتمنى يا جماعه يكون الفيديو كده، الفيديوهات اللي انا بنزلها تعجبكم يعني. انا معايا بقى هنا اهوت دي شليمو، بس شليمو جامده شويه، انا مخصصاها للمطبخ اهوت. بسم الله كده اهو. هفضل كده ادعك كويس فيها كده لغايه ايه بالراحه خالص كده، حته يمين على حته شمال لغايه لما ايه تمسك معاها وتبقى زي الفل. وهخرجها بسهوله خالص وبسم الله ما شاء الله، ولا بتفك ولا بيحصل لها اي حاجه. عايزه اقول لك ان الفول الصويا بيديها التكه بتاعت بره دي حلوه جدا. وبعدين الفول الصويا انا سائله عليه يا جماعه قبل ما استخدمه عشان ولادي والكلام ده كله، طلع كويس جدا ما فيهوش اي حاجه. كده انا خلصتها خلاص اهوت. هقوم مولعه الفرن هادي شويه والشوايه بسيطه خالص، واقوم مدخلاهم جوه في الفرن اهو. بصوا ما شاء الله، ولا لازقه ولا اي حاجه، بتتدحرج معاكي بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بص بقى انا هقول لك على تكه كده حلوه جدا جدا. هجيب كيس كاتشب ومعلقه زيت واحطهم في قلب بعضهم كده اهوت، واحطهم على الوش بتاع الكفته، بيديها طعم وريحه جبار. جربي الحركه دي والله بجد مش هتندم. كيس كاتشب واحد يعني اللي هو الصغير ده، مع معلقه زيت كده، وتدهني الوش كله كده، بيديكي نكهه حلوه جدا جدا جدا. بصوا ما شاء الله بتتدحرج وزي الفل. انا معايا فحميه كده اهوت، هروح احطها على النار عشان ايه انا عايزاها متولعه حلوه كده. كده يا جماعه الكفته خلصت معايا بالشكل ده. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه بتتقطم ازاي، والله العظيم احلى من بتاعه بره وانضف من بتاعه بره كمان. هجيب بقى كده اهوت حته الفويل واقوم حطاها كده اهو، عشان احط دي الفويل دي اللي انا هحط عليها الفحم. دي ايد مكه يا جماعه، انا اسفه جدا. الفحميه هي بقى عشان تطلع كده وتلعلع كده، والريحه الجيران يشموا الريحه بتاعتك كده. هتعمل ايه؟ تجيبي معلقه زيت كده اهو، تقومي حطاها. شايفين الدخان يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. واقوم كاتماها باي حاجه عشان الريحه طبعا الكفته تبقى ايه اكنك عاملاها على الفحم. هجيب بقى طبق كده اهوت مقطعه فيه شويه بقدونس، واقوم رصه عليها الكفته. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ما خدتش حاجه في ايديكي وانضف من بتاعه بره. والطبق ما شاء الله بصي قد ايه، نص كيلو لحمه عمل لي طبق محترم قد ايه. لا ما شاء الله بجد حلوه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم ان شاء الله وتقولوا لي رايكم. طبعا كفته يعني سلطه، شويه سلطه كده اهوت حراقين بقى، بصل وخيار وطماطم كده اهوت وخضره وليمون بقى وكل حاجه، وعيش مفقع بقى واديله ادي. وده الشكل النهائي يا جماعه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، عشان تحطوا لي لايك والاشتراك في القناه ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد.